طيب كل حاجة غالية بطبيعتها بنقول ماشي، طب اللي افترى على بعض ليه بقى؟ يعني احنا كلنا عايشين مع بعض في الغلا، وعايشين مع بعض في الوضع الصعب اللي ربنا يهونها على الناس. واي حد ربنا كرمه وبيعينه ان هو ياخد باله من بيته ويصرف على بيته وعياله، فده نعمة كبيرة جدا جدا من ربنا. بندعي ربنا ان ربنا يديمها نعمة ويحفظها علينا جميعا يا رب، اللهم امين. طيب ده الغلا واحنا مش مسؤولين عنه. طب ليه بقى بنفتري على بعض؟ يعني احنا كلنا ملطوطين زي ما بيقولوا. طب ليه بقى نغلي على بعض؟ ليه تبقى عندي مثلا الحاجة ب10، وقبل ما اشتريها بالغلا ابيعها ب20؟ يعني بفترض يعني ان بعد كده، طب ما ده غلط. يعني انت، ما انت بتأذيني اللي بيشتري ده، طب ما انت بتأذيني، هتكسب ايه؟ هتكسب 10 جنيه؟ طب ما انت بتأذيني وبتأذي نفسك بعدين. يعني انا لاحظتها فعلا، وحاجة تزعل. لما يحصل الغلا على الكل خلاص احنا مفيش حاجة في ايدينا، ولكن انا الحاجة عندي ب10 قروش او 5 قروش، ازودها الضعف على احتمال ما سيكون ان الحاجة الجاية او البضاعة الجاية يا جماعة هتبقى اغلى. فانا بيعها من دلوقتي عندي، بيعها من دلوقتي عندك، بس انت عندك لسه ما اشتريتهاش بالغلا، انت لسه جايبها بسعر معين، او عندك قديمة ما زادتش. يبقى ليه تزود على الناس؟ طب ما انت برضو لما تروح تشتري حاجة تانية هيحصل نفس الموضوع معاك، وهتحس بالغلا وهتزعل. يبقى نراعي ربنا في بعض شوية يا جماعة، نراعي ربنا في بعض. الواحد بيزعل قوي قوي، يعني الحاجة اللي خارجة عن إرادتنا خلاص اللهم لا اعتراض، ولكن احنا بنعمل الحاجة بإيدينا في بعض. ليه؟ نراعي ربنا شوية في بعض، لأن كما تعامل تعمل.